تضارب المصالح، والارهاب ظاهره عالميه. فكل اللي احنا بنقوله ان نتماسك وكلنا نكون على قلب رجل واحد. ودايما الشعب المصري عندما تلقى ضربات شديده بيشد من عضده وبيكون اصلب من مكان، وان شاء الله يا فندم وان جندنا لهم الغالبون. يا رب ان شاء الله سياده العقيد. يعني بشكر حضرتك العقيد حاتم صابر قائد فرقه 3 سبعات والخبير الامني للارهاب الدولي. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء. يمكن كنا بنتكلم على قطر، ولكن ما زال رغم ان كلام كتير قال ان امير قطر تراجع، وفي نفس الوقت شايفين ان لا في مواقف معاديه لمصر. هو انا شايف ان كلمه امير دي كتيره على الراجل اللي هناك اللي اسمه تميم ده. تمام، هو مش امير ولا حاجه، ده مجرد موظف قاعد بينفذ الاوامر اللي جاله من السفير، مش من الدوله الامريكيه. تمام. من مجرد السفير. تمام، لان هم بيستخسروا يكلموه. صحيح. يعني مش مستواهم. هذا الشخص اللي موجود هناك على قمه السلطه، يعني المسؤول الاداري عن قطر اللي اسمه تميم، لا يملك انه هو يعطي كلمه، والا كان نفذ كلمته. لان المفروض ان ده شيخ عرب، شيخ العرب بيتمسك من لسانه. صحيح. بيتربط من لسانه. صحيح. ده ما اتربطش من لسانه اللي قال في مؤتمر قمه. ده مشغل قناه عنده عشان تحرض على الخراب في العالم الاسلامي من على ارضه. القناه دي مش تحت سيطرته. صحيح. تحت فيصل ابن جاسم، عيله بيت جاسم. صحيح. ما هو احد بيوت ال ثاني. ده اذا كان امير بجد، ولو كان ذكر كان عرف يلم اي شغب واي قذورات على ارضه، كان يقدر يمنعها. لكن ده واضح انه الامير الذي لا يدري انه لا يدري. ده واضح انه خارج الخدمه خالص، وده لا يعتد به ولا يكترث به، وهو صنع من نفسه عدو لمصر ونحن لها. ومن سيبقى في النهايه هو الذي سيبتسم. اما اسره ال ثاني فاتنبأ لها بنهايه زمانها قريبا باذن الله، والشعب القطري المظلوم قادر على ان يفعل ذلك. وهذا ما ابلغت به من مصادر موثوق بها داخل قطر. انتهى زمن ال ثاني وكفاهم ابتزاز لاموال قطر حتى الان. صحيح. ست اللواء، طيب امبارح شايف الجريمه حدث ازاي وتحليلك ليها بقى يعني اخيرا يعني؟ الوقت المتاح قد ايه؟ يعني قدامنا 10 دقائق. 10 دقائق. واضح ان من يكرهون مصر ويكرهون الاسلام الحقيقي الازهري الذي نعرفه والموجود في القرآن والسنة المحمدية، قاموا بعمل مخطط إجرامي كامل. في سبيل هذا المخطط الإجرامي فقد قاموا بعمل دراسة ومعاينة لأماكن كل الشخصيات التي يمكن أن يستهدفوها في يوم من الأيام حينما يتمكنوا. والمفروض أن كان اغتيال أو التفجير اللي يتم على النائب العام المصري كان يتم مع تونس ومع الكويت ومع فرنسا في نفس التوقيت. في نفس التوقيت. اللي لقوها ما جاتش معاهم. الوقت المناسب جه بعدها. كويس. فواضح ان عندهم معاينه كامله لكل اماكن اقامه واستقرار واستراحات الاهداف التي قد يحتاجون الى ايذائها. 2، طبعا هذا مش موضوع جيدا في الاعتبار، يجب ان يوضع في الاعتبار، وبالتالي لازم يتم تغيير اماكن اقامه المسؤولين الذين قد يكونوا مستهدفين في اي مرحله. صحيح. ويتم التغيير بشكل دوري. صحيح. والاماكن المتوفره كثيره، مصر واسعه، والشقق والفلل والمساكن والاستراحات كثيره. تمام. صحيح. ومن الممكن للمسؤول ان يكون مبيته في مقر عمله، لا داعي لحركته يوميا. الحلول كثيره، بيقول المشكله وحلها على طول. تمام. الحاجه الثانيه في ان هم راحوا بعد ما عندهم الدراسه قرروا ان هم ياخدوا النائب العام. النائب العام اختيار مرتبط بالاحكام وقرب وصولنا الى التنفيذ بتاع الاشغال الشقه المؤبده والاشغال المؤقته والاحكام الغيابيه، والانتربول هيبدا يلم الحسالة اللي موجودين بره في الخارج. صحيح. تمام. لان اذا كانت المانيا عرفت تتستر غيرها مش هيقدر يتستر او مش هيرضى يتستر. مظبوط.
وبالتالي هم بيستعدوا للمرحلة الجاية. فالخصم العنيد دلوقتي بالنسبة لهم هو القضاء المصري. القضاء المصري مثلوه في هشام بركات، الشهيد هشام بركات، لأنهم وثقوا أنه أفضل هدف حاليا، وكان يمكن أن يأخذوا أهداف أخرى إذا ما كانوش وجدوا تحركات هشام بركات هي الأسهل بالنسبة لهم، إنما هم اختاروا أسهل هدف يصطادوه. الحاجة الثالثة إن في حد منهم أقام في المنطقة أو مقيم من البداية، ساكن من البداية، تمام. أو جه أجر شقة مفروشة، أو جه اشترى شقة بكام؟ نص مليون، سهلة. 600 700 مليون سهلة عندهم. التمويل بتاع الخايبين اللي في المستعمرة الأمريكية في الشرق العربي فلوسهم كتيرة موجودة، وبتخش تحت أي ساتر، تخش ذهب، والذهب يتباع ويلم فلوس يشتري بيه. وفي ملاك شقق منهم، فممكن يسيبها لزمايله الإرهابيين اللي هينفذوا، الفريق اللي هينفذ. هو كل إرهابي ده فيه الجزء اللي بينفذ، في ناس منهم متواجدين في المكان بيتابعوا طريق السير بتاع الهدف المهم اللي هم محددينه. تم دراسة خروج الركب بتاع المستشار النائب العام، التوقيت وحجم العربيات عددها ونوعياتها واحتمال ايه اللي جواها واحتمال ايه المساعدات الفنية اللي معاهم. وبالتالي تم تحديد كيف يكون التنفيذ إذا تم المرور من الممر ده. طبعا هو في أكتر من ممر، وإن كانوا بيلتقوا في النهاية بالنسبة للنائب العام الشهيد هشام بركات في أكتر من مخرج، إنما بيلتقوا في نقطة واحدة في الآخر. صحيح. فهم راحوا لنقطة الواحدة اللي هي تجمع التحرك من أي خروج أو أي اتجاه. طيب ماشي. وفي اللحظة المناسبة راحوا قاموا بالتفجير. عملية ممكن ينفذها أي حد، إنما اللي يخططها مش أي حد. صحيح. كويس؟ صحيح. طيب نيجي بقى لحتة تانية، التحليل بتاع الحادث. أولا الهدف اللي تم اختياره هدف كبير المقام. صحيح. كبير القيمة. هم حاولوا قبل كده عند القضاء العالي. وحاولوا معاه هو شخصيا قبل كده عند مكتبه. صحيح. الحاجة يبقى أول نقطة في التحليل إن تم اختيار هدف كبير المقام عشان أعرف هم بيفكروا إزاي. 2، حجم التفجير كبير جدا، مستخدم حوالي 150 كيلو جرام مادة TNT. دي مادة متفجرة. صحيح. مجرد ما بنديها موجة متفجرة بس صغيرة بتنفجر كلها بالكامل وتحدث الموجة الانفجارية الكبيرة. ال 150 كيلو مش كمية قليلة، دي كمية ضخمة جدا. صحيح. وكيف اتحشت في شنطة العربية أو في جسم العربية قبل ما يجيبوا العربية ووقفوها صف تاني. وازاي ما حدش لاحظ ان العرب قبل الركاب ما يتحرك ان في سيارة صف تاني في منطقة ممنوع ان يكون فيها صف تاني، او في الركاب بالذات في طريق الركاب ما يكونش فيه سيارة صف تاني. صحيح. والسيارات اللي واقفة المفروض تكون متفتشة فنيا لما نخش بعد كده في الحلول. لا شك ان الجريمة ضخمة ولا تأثيرات سلبية كثيرة. معاك. تأثيرات سلبية كثيرة ومش هذكرها علشان ما تتحققش، عشان نفوت فرصة تحقيقها. الحاجة اللي بعد كده وهي أن ما زال كثيرون منا كلنا نحن الأمة العربية لدينا ارتخاء، ريلاكس، طمأنينة. يا سادة، الطمأنينة دي الدفع فيها مش أقل من 500 جندي مقاتل من الجيش والشرطة على مدى الفترة اللي فاتت. وأخيرا النائب العام المصري، النائب العام لمصر. صحيح. الطمأنينة دي بتتحقق بأن احنا بنتحدى عدائيات خطيرة عايزة تخضعنا، عايزة تفتت مصر، تفكها إلى دويلات. وبالتالي اللي يحط نفسه في حالة الريلاكس أو الارتخاء أو اللامبالاة وهو نازل رايح شغله وهو قاعد في بيته، لا، احنا عايزين نكون زي ما كنا احنا واحنا شباب عايشين في حالة
يقظة، في حالة حذر، وانت بتستعد سيادتك لمباراة ضد الزمالك. احنا في مباراة ضد فريق مش سهل، فريق دولي. هو لا نكون او لا نكون يا ست اللواء. نكون او لا نكون، انا في تحدي. يعني احنا لازم نفهم حاجه زي كده، وكل الشعب واعتقد ان احنا عندنا دلوقتي الشعب فاهم حاجه زي كده بشكل كبير. عشان كده حاله الغضب اللي موجوده وحاله التكاتف في الوقت ده مهمه جدا. لا انا اختلف مع سيادتك، اسمح لي بعد اذنك. اتفضل. لا تختلف زي ما انت عايز. حاله التحفز، اليقظه مش موجوده. قول لي كم بلاغ بيوصل في اليوم عن اشتباه؟ انا كمواطن، في كم مواطن قدموا بلاغات النهارده، النهارده 30 يونيو، كم بلاغ وصل للاجهزه الامنيه في حالات اشتباه؟ لا عايزين اكتر من كده. هو النقطه عايزين يقظه. انا معاك في كده، بس هل يعني لما بيحصل بلاغ هل بيبقى في تحرك سريع من الجهات الامنيه ان هم فعلا ياخدوا البلاغ ده مش بشكل يعني جدي؟ هي دي النقطه. انا كمواطن، يعني انا اعرف ناس يعني بيحصل فيه كده، وفي حصل عمليه بلاغات، ولكن الشكل الجدي بقى في اتخاذ الاجراءات بتاعتها. انا كمواطن دوري اني اشوف بعينيا، اسمع بوداني، اكون عنصر صحيح داعم لوطني، الامن وطني وامتي العربيه، وابلغ. اللي بياخد البلاغ بيصنفه ويدخله في الخانه بتاعته. بعد ما بيتصنف بيدخل ضمن عمليات بلاغات مشابهه او مطابقه. تمام. ويبدا العمل. انا مسؤوليتي تنتهي عندما ادليت ببلاغي فقط. تمام. هنا انتهى دوري الوطني والديني لحمايه الدين والوطن والمال والعرض. صحيح. ان انا ابلغ هيحصل ايه؟ مش لازم تشوف الشكل الجدي اللي بيتم خلف اسلاك التليفون. كويس؟ تمام. الحلول العاجله، اول حل عاجل تعديل عادل زي ما قال الرئيس النهارده، ضروره او حتميه تعديل جوهري في قانون الاجراءات الجنائيه، اللي هو بيسمح بالاستئناف، وبيسمح بان انا اخد حيز شهر ولا اسبوع عشان خاطر ادي اطلع على الاوراق، او اجيب شهود، اجيب 100 شاهد 200 شاهد، شاهد ما جاش او تغيب او تاخر او هرب او مش عايز يشهد، القضيه تتوقف وتتاجل بالشهور وبالسنين. تعديل قانون الاجراءات الجنائيه شيء حتمي، الرئيس قال عليه النهارده ولفت نظر ليه. تاني حاجه حتميه اشراك الشعب في توفير المعلومات عن المجرمين الارهابيين اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. تمام. لازم الشعب يشارك عشان يوصل للسعاده، عشان نلحق نعمل مشروعات تنمويه اكتر، عشان نشغل ولادنا، عشان دخلنا يزيد، عشان لقمتنا تتحسن. طبعا. الدعم الفني لاجهزه الامن بالمعدات. طبعا اي مفرقعات موجوده في شارع، في معده فنيه بسيطه بتتصنع في مصر بسهوله، تكون موجوده في كل دقيقه عشان تكتشف ان في مفرقعات موجوده او ما فيش. مش ممكن هذه المعده تغيب عن ركاب لشخصيه هامه. ثم ضروره الاستفاده من الخبرات الامنيه. مش هرجع عنها الخدمه، لا، يبقى في استفاده من الخبرات الفنيه القديمه دي، الفنيه، النواحي الفنيه والتراكميه في مكان معين لضباط مباحث امن الدوله وضباط الشرطه بتوع الامن العام والى اخره، اللي كانوا بيشتغلوا في الميدان في الشارع. صحيح. في وسط الناس. الناس دي لازم تستدعى في لقاءات، واللقاءات دي تكون فيها نماذج ويتعرض مشكله والحلول اللي بيراها المشتركون، وفي بعد كده فريق من الشباب اللي في الخدمه ياخدوا يحللوا هذه التوصيات او التوجيهات ويستفيدوا منها. لابد ان تكون معنا حته مهمه قوي يا باشا، وهي خدوا بالكم معايا اللي بتتابعونا على الشاشه، لازم تكون معنوياتنا في السماء. طبعا. لازم نكون مقتنعين ان احنا منتصرين. ما نتأثرش طبعا بشكل. احنا هنا في مصر على الاقل، مش الامه العربيه كلها، في مصر احنا 90 مليون على راي واحد، وهو الدوله المدنيه الاسلاميه. صحيح. كلنا هنا في مصر ولاد 9. صحيح. ما عندناش حد احسن من حد، كلنا متساوون في الحقوق والواجبات. العداله الاجتماعيه جايه لنا، الستر جاي لنا، مش هنخاف، احنا واثقين في رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي واحنا معاه وهنسنده، وبالتالي لازم نكون متفائلين وسعداء
بالفجر الجديد صحيح. اللي هل علينا. اهم حاجه هو الدعم دايما والوقوف خلف الرئيس، لان احنا شايفين على الارض يا ست اللواء كم المشروعات اللي شغاله، قناه السويس، الشكل، الطرق اللي بتشتغل اللي احنا شايفينها بشكل كبير موجود دلوقتي. كل ده بينبئ ان ان شاء الله الخير جاي والعداله الاجتماعيه اللي احنا كنا محتاجينها جايه بشكل كبير. انا بشكر حضرتك ست اللواء، يعني الواحد عايز يقعد مع حضرتك كتير، لان واضح ان في كم معلومات كتير احنا لازم نوصلها للمشاهده، لكن ان شاء الله في اي حلقه قادمه ان شاء الله بامر الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والبقاء لله مره اخرى يا ست اللواء.